لحبيبتي حبيت امها يا دي النيلة. تقدر يا مبرشم تتصرف لينا واحدة بيت 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 من عند المستنبتين. قناص وخصمي يا ناس هدفي، طلقتي صابت بتصفي، اللي يجي معايا يموت، هذبحه بعديها هشفي. طلقة وعيار بضرب بالنار، مصري افاتار اخطر جزار. شايف تكريك وبشر بتزيد، ايا ناس هلافيك هردوا نزريت تيت تيت. تقدر يا مبرشم يا مست برشم تتصرف لينا واحدة بيت 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 من عند المستنبتين. بتقول انا شايل الشيلة، اسمع حكايتي دي طويلة، راح اتقدم لحبيبتي حبيت امها يا دي النيلة. شفتها وتكا كانت بطة مزة وزة فرصة كارثة. بدأت ترحيب ده بشب حليب، وده كان جواه عمل ورهيب، خلاني اشوف ما بقتش بشوف غير قلب امها. ده ليا حبيبتي امها قالت لي بحبك، سيبك من بيتي وخد اقولك، من يوم ما شفتك حبيتك، خدني بدل بيتي في بيتك. قالت قلبي شفتها قربي عاشق وربي شكلك سكرتي. صاحبي التليفون رنته في الجون ومضيت انا هروب من واحدة اتروهون. قال لي انا على القهوة لساعة ونص بجنب معاليك. بنتها دي يمين وامها دي شمال، طلعت توك توك طلع يا عيال، مش ماشي شمال على هذا الحال، وامها طلعت بتاعت اعمال. رحنا للشيخ قرالي تواشيح، كتبلي روشتة وعلاجي بطيء. قال لو مجروح خليك انزوح اقفل ما تسيب الباب مفتوح. قال لي يا مأنزح يا مست انزح تستأنزح لينا في كام لحلوح من عند المست انزحين. غناها حودة المصري يا ناس، المن اخويا ده قناص، وعبقرينه يابا فوق الشوق، حمو ناصر ده كلام مرسل.